يسعد صباحكم يا احلى متابعين. النهارده هوريكم يومي في الدراسة. يعني يوم كله بجد طاقة ونشاط وحيوية. هنعمله مع بعض حاجات كتيرة قوي قوي قوي، وهتختم بالقمر ده. احلى كشك بالجمبري ده ولا ايه؟ بجد طعم جدا وطريقته سهلة قوي قوي، بس مش كل الناس يا جماعة بتعرف تعمله، وانا اعمله لكم باسهل الطرق وهيطلع تحفة. دلوقتي بقى نحضروا اللانش بوكس بتاعت الاولاد. طبعا اليوم ده ما كانش عندي عيش فينو عادي، جبت عيش عربي وجبنه تركي وابو الولد وبيفي. ما عندكيش عيش فينو؟ يعني الولاد هينزلوا من غير لانش بوكس ازاي؟ لا عادي، عندك عيش عربي سخنيه. وده ابني الصغير مقطعه له على 4/4، وابني الكبير حب ان هو يبقى على نصين بس ويحشيه بنفس الطريقه دي. حتى هو قال لي يا ماما لا، انا النهارده انا اللي هحضر اللانش بوكس بتاعي، فما ايه مالكيش انتي دعوه. ربنا يبارك فيهم جميعا يا رب، ويحفظهم ويخليهم لنا جميعا يا رب. بصوا بقى، طبعا بنحط السندوتشات في الحتة اللي هي الكبيرة من اللانش بوكس، التانية دي بقى حطي فيها لو عندك سناكس، عندك فاكهة براحتك. انا ده كان شكل اللانش بوكس بتاع الولاد. حطيت لهم عنب وجوافة مع سندوتشات، وابني الكبير بيحب الفلفل عادي الاخضر جنب الاكل كده، بيقول لي انا بحبه، فحط ايه فلفلايه واحده. دلوقتي بقى انا نازله في الاسانسير اهو، اروح اوديهم. ابني الصغير المدرسه بتاعته قريبه مني، لكن الكبير بركب مواصلتين. يعني مش بعيده قوي، بس برضو يعني مش قريبه جنب البيت. دلوقتي بقى هودي ابني الصغير الاول اللي هو قريب من البيت، وبعد كده اودي ابني الكبير. الجو بيبقى حلو جدا الصبح. دلوقتي بقى خلاص انا وديتهم الحمد لله وطمنت عليهم لحد ما طلعوا فصلهم، وبعد كده خلاص راجع انا لوحدي وداخله على البيت. بصوا بقى القمر، دي على طول قاعده ال 24 ساعه يا جماعه في نفس الحته دي. يا نايمه يا صاحيه، بس بصراحه عسوله خالص. خلاص انا داخله بقى البيت، بجد الجو الصبح جميل جدا. بتحسي ان انت عندك طاقه ونشاط وحيويه غير لما بتبقي صاحيه متاخر. يعني انا جربت صحيان بعد الظهر وصحيان بالليل، بيبقى نظام نومنا يعني مختلف. بجد افضل صحيان اللي هو البدري ده تحفه تحفه تحفه. بتحسي ان انت عندك باور، عندك حماس، عندك كل حاجه كده حلوه. خلاص كده انا طلبت الاسانسير وركبت خلاص وطالعه البيت. بص بقى اوريكم المنظر الصبح، كانت تقريبا حدود 8:30 9 الا تلت، عقبال ما طبعا وديت الاولاد طمنت عليهم. كان عندي غسيل بس كنت حاطه عليه المشمع، كنت حاسه ان الجو فيه قلق كده ممكن تشتي، فقلت لا احط المشمع افضل. بصوا الجو، بوريكم الجو حلو قوي قوي قوي. طبعا شلت بقى الغسيل ده، انا شلته اصلا وغسلت دورة دي يعني فرش البيت بتاع غرفة الاولاد. اول ما تشيلي الفرش متفقين ان انتي تغسليه. طبعا هنا بقى المطبخ، يعني كان عندي معركة في المطبخ، كنت عامله لهم قرص بالجبنة وقراقيش. طلعت تحفة تحفة تحفة، بس بصراحة ما صورتهاش. ان شاء الله لما اعمل مرة تانية ابقى اصورها معاكم وتشوفوا طريقتي في عمل القرص والقراقيش هي كلها عجينة واحدة بس شكلتها، طلعت جميلة جدا. ده شكل المطبخ بعد بقى ما غسلت المواعين ودعكت الحوض والحنفية ونضفت الدنيا. حتى البوتاجاز برضو ده ايه، غسلته كده اللي هي الغسلة اليومية، طبعا مش تنظيف عميق. وكنست الارض وخليت بقى الدنيا زي ما بيقولوا كده ايه، فله شمعة منورة، بجد بتحسي براحة نفسية فظيعة. طبعا انا عملت كل ده بقى ليه والكلام ده كله عشان اعمله مع بعض النهاردة غدا قنبلة تحفة واحلى وصفة للجمبري. ده جمبري عقر يا جماعة، اللي هو الصغير ده، بجيبه بقشره بقى اعمل بيه وصفة تحفة وجميلة قوي قوي قوي. من افضل وصفات الجمبري بالنسبة لي انا شخصيا، اللي هو ايه بقى، كشك بالجمبري الاسكندراني، يا سيدي يا سيدي على الجمال. طبعا ده خلاص بعد ما قشرته طلعوا الحبة دول، غسلتهم كويس وصفتهم.
هو بيبقى كمية كتيرة طبعا بالقشر. ومعايا معلقتين من الرز مغسولين ومتصفيين، وثلاث معالق من الدقيق، ومعايا بصلاية مفرومة في الكبة، وثلاث 4 فصوص توم برضو مفرومين في الكبة، ومعانا عصير الطماطم. طبعا انا حبيت اعمل الكشك بدري طبعا قبل ما الاولاد يجوا من المدرسة، عشان لما نقعدوا شوية كده وبعد كده ايه نبدأوا نتغدوا. يا جماله بقى جنب سمك مشوي او مقلي قنبله تحفه، طعمه جميل جدا. وحتى لو حابه تاكليه لوحده هتاكليه وهتستمتعي، ومش هتحسي ان انت محتاجه اي حاجه جنبه. هجيب الحله بتاعتنا احط فيها الماده الدهنيه، طبعا زيت، انا طبعا حاطه زيت عافيه. انا قلت لكم قبل كده ان الزيت ده المفضل بالنسبه لي، وبحس ان هو خفيف جدا جدا على المعده. نزلت بالبصلايه اللي فرمنا في الكبه، هقلبها كده يعني تاخد ايه اللون اللي هو الذهبي، مش عايزه اغمقها عشان ما تغمقش معايا طماطم لما اجي احطها. بجد يا جماعه انا بقول لكم من افضل وصفات الجمبري بالنسبه لي، يعني الجمبري فعلا بيخش في حاجات كتير. بس انا بحب الوصفه دي جدا، اللي هو كشك الجمبري الاسكندراني ده عسل وسكر. دلوقتي بقى بعد ما البصل خد اللون اللي هو الذهبي شويه ده، نزلت بفصوص التوم اللي احنا فرمينها في الكبه. عايزه بس اشم ريحه التوم مش اكتر من كده. جربي الوصفه، وصفه سهله وبسيطه وتعمليها في وقت مش طويل، بس بجد النتيجه هتبهرك حاجه فوق الخيال. دلوقتي بقى هنزل بعصير الطماطم زي ما انتوا شايفين كده. طبعا الطماطم كانت حمراء، طماطم يعني كان الوقت ده برضو لسه غالية مش رخيصة. هنعمله ايه، الحمد لله على كل حال. طبعا بصي دي يعني اقول لكم ايه، حركة كل المصريين. لازم نحط مية في الدرق الخلاط علشان ناخده ايه عصير الطماطم اللي على الحروف ده. طماطم غالية طبعا، يعني 25 جنيه و24 وقت ما انا مسجل لكم الفيديو تقريبا في حدود 15 جنيه، برضو مش رخيصة. دلوقتي بقى انزل بالبهارات بتاعتي. نزلت برشة السكر وحطيت الكمون. طبعا رشة السكر كلنا عارفين عشان تعادل حموضة الطماطم. هنزل بالكزبرة. بصي بهاراتك براحتك، بس هي بهارات السمك يعني طبعا في جمبري. تحطي شطة، لو عايزاه يبقى سبايسي معاكي ممكن تحطي قرن فلفل حامي، لكن انا بصراحة اكتفيت بالشطة بس. وحطيت بصل باودر على توم باودر وشوية فلفل اسمر. هقلب بقى كل ده، بس الاول احط يعني شوية خل صغيرين. خل هاينز طبعا لا يعلى عليه، بالرغم ان سعره بقى اوفر قوي. الازازة ب 18 جنيه، بس بصراحة من افضل انواع الخل، حلو جدا. دلوقتي بقى هنزل بمعلقتين الرز اللي احنا غسلينهم ومصفينهم. هقلب بقى كل المكونات دي مع بعض، وهسيب بقى الرز يستوي براحته. اول ما تدوقي كده الرز وتلاقيه استوى معاكي، هنكملوا طبعا الوصفة مع بعض. دلوقتي بقى نحط الملح. الملح طبعا حسب ما انتي هتدوقيه، لو لقيتيه محتاج ملح تاني حطي، لقيتي تمام الملح اللي انتي حطيتيه في الاول استكفتي بيه وطعمه حلو يبقى تمام. دلوقتي بقى هغطي خلاص الحلة علشان الرز يستوي براحته، بس وطي عشان الرز طبعا ما يلزقش معاكي. دلوقتي بقى اي مواعين هتطلع وانتي بتعملي الغدا بتاعك لازم بجد تقتليها اول باول. بجد والله، عشان المواعين برضو بتتكاثر زيها زي الغسيل. هتفضلي تعملي الاكل وتستريحي هتلاقي الحوض ده اصلا مش باين. انتوا شفتوا طبعا قبل ما نبدا وصفتنا النهارده المطبخ كان عامل ازاي. فبجد بياخد معايا وقت طويل جدا، يعني انا بيطلع لكم الوقت تقريبا في دقيقه او اقل من دقيقه، انا والله العظيم بياخد فعلا وقت طويل معايا. آه تصوير بقى وارهاق وكل الكلام ده، ويا ريت يعني يا ريت من له تفاعل. مفيش اي تفاعل على اي فيديوهات يا جماعه الواحد بينزلها. ساعات الواحد بيجيله فعلا لحظه يأس ويقول ان هو مش هيكمل، لان بجد مش الحمد لله يعني الواحد مش عارف يقول ايه.
بس فعلا كل واحد بياخد نصيبه، فالواحد حاسس بجد ان هو ملهوش نصيب خالص في مجال اليوتيوب خالص. الواحد الحمد لله بيعمل اللي عليه والزيادة. بس مش عارفة هل ده عيب فينا ولا عيب في اليوتيوب ولا عيب في المتابعين. والله العظيم انا مش عارفة العيب في مين. فاللي فيه الخير طبعا هيقدمه لنا ربنا، واللي كاتبه لنا ربنا هنشوفوه ايا كان. دلوقتي بقى هجيب الثلاث معالق دقيق، حطيت عليهم ميه، وبالمضرب بقى كده وقلبي قلبي كويس جدا جدا لحد ما تحسي ان الدقيق يعني داب معاكي خالص في الميه، عشان ما بقاش فيه اي تكتلات. بصي الجمال، يعني الحمد لله انا همسك الدقيق بالميه ده اخليه بجد عامل زي الكريمه كده، ما فيهوش اي تكتلات. خلاص بقى هنروح نشوفه الرز. انا طبعا دقته لقيته استوى تمام. حتى دقت الملح لقيته برضو تمام، مش محتاجة ان انا احط ملح تاني. بس اعديله كده تقليبة وانزل بقى بالجمبري اللي احنا قشرناه وغسلناه كويس جدا وصفيناه. طبعا يا جماعة الجمبري العقر ده ما بياخدش وقت على النار، هي يا دوبك غلوة في التانية ونكمله باقي وصفتنا، لان الجمبري ده رفيع جدا. في طبعا الصيادين بيجيبوه بيصطادوا بيه يعني، بس برضو بنعمله بيه وصفات احنا. يعني انا بعمل بيه كشك ده وبعمل بيه الرز الصيادية، يا سيدي يا سيدي بجد على الرز اللي هو بالجمبري الصيادية تحفة. يعني بجد طعمه مختلف خالص عما بتاكلي بس الرز الصيادية بس. بصي يا دوبك غلوة والتانية، وهنزل بيه باقي الوصفة معانا. اللي هو بقى ايه باقي الوصفة؟ اللي هو الدقيق اللي طبعا دوبناه خالص في المية، بس برضو لازم هنصفيه عشان لو في اي تكتلات ما تبقاش موجودة معانا في الكشك. انزلي بقى كده واحدة واحدة وصفي كل الخليط اللي معاكي. بصوا عامل زي الكريم والله بجد عامل زي الكريمة. شايفين قوامه عامل ازاي؟ تحفة. وما كانش الحمد لله فيه تكتلات الحمد لله، يعني انا مدوباه كويس جدا. طالما لازلنا بقى بالدقيق هتلاقي بقى ايه الكشك معاكي بدأ يلف يعني بيتقل. بصي هتلاقيه تقل معاكي، فيا دوبك برضو غلوة والتانية هتقفلي عليه. بصوا اول ما تنزلي بالدقيق هتلفي كده عامل زي النشا بالظبط لما بتحطيها على رز بلبن او اي حاجة، بتلاقي المكونات اللي معاكي بدأت تتقل. بصي اهو الكشك تقل معايا. خلاص غلوة والتانية هقفل عليه، مش هسيبه كتير على النار. بصوا جماله، بصي شكله، بصي شكل الجمبري بجد والله العظيم. الوصفة دي لما بتحطي فيها طبعا جمبري، ده كيلو جمبري، عمل معايا تقريبا 6 بولات. بصي لما بتحطي جمبري بيبقى كل لقمة انتي بتاكليها فيها جمبري، ما مش بتاكلي بس صلصة ورز، لا في جمبري. بصوا خلاص غلوة والتانية قفلت عليه سبته يبرد خالص، هفضيه بقى في البولات بتاعتي. بصوا الجمال، ولا ريحته بجد ريحته قنبلة. جربوها بجد الوصفة دي مش هتندموا، وصفة حلوة قوي قوي قوي. وممكن تعمليها بنص كيلو جمبري عادي جدا، هتقشريه وممكن هيطلع معاكي بتاع 3 4 بولات. دلوقتي بقى باقي هنكمله باقي الوصفة بتاعتنا. هتجيب بصل فرماه في الكبة مقطعه على ايدك براحتك، هتسيبيه على النار في المادة الدهنية الزيت لحد ما ياخد معاكي اللون القمر ده، بجد لون قمر. يعني ولا تغمقي البصل قوي ولا يعني ولا تخليه غامق قوي ولا فاتح قوي، في النص كده. بصوا شكله حلو قوي. دلوقتي بقى اجيب نعناع ناشف طبعا منضفاه من العروق بتاعته، وتفركيه بايدك كويس جدا جدا جدا. ليه بقى؟ هننزله بيه على الزيت بتاع البصل في نفس الطاسة، مش هنقوله طاسة تانية. لو الزيت لقيتيه قليل معاكي زودي شوية زيت، وانزلي بالنعناع على الزيت السخن اللي في نفس الطاسة بتاعت البصل. بصوا يا جماعة انا مش عايزة احمر النعناع، لا انا عايزة بس اديله تقلبتين كده اشم ريحته. اول ما اشم ريحته اقفل عليه عشان ما يتحرقش منك. لو اتحرق منك هتحسي بطعم مرارة في الكشك الجمبري. خلاص كده اهو. بصي الزيت كان سخن معايا ونزلت بالنعناع، زي ما بقولك هتقلبيه تقلبتين وتقفلي عليه.
ايه رأيكم بقى؟ الوصفة سهلة ولا صعبة؟ بس حتى والله لو صعبة بجد النتيجة هتبهرك. هتحسي ان انتي بتاكلي حاجة طعمها حلوة قوي قوي قوي. هنا طبعا كنت ماسكة التليفون بايد وبقلب بايد، زي ما انتوا شايفين كده صبعي طالعة في الكاميرا. عشان بس اعرفكم والله الواحد بيبذل مجهود قد ايه. الحمد لله. بصوا خلاص كده اهو، زي ما انتوا شايفين كده انا بقلبه، يعني حاجة بسيطة جدا وهقفل عليه. يعني بصوا انا دلوقتي قفلت عليه خلاص. يعني حتى انت لو قفلتي عليه برضو بتبقى الطاسة سخنة، فبتحسي ان هو ايه، سخن برضو ايه معاكي. بس ريحة النعناع الناشف يا جماعة في الزيت ده على النار ريحته جميلة جدا. يعني بجد بجد والله قلب لي ريحة المطبخ. ريحة فوق الخيال، حلوة قوي قوي قوي. بصوا بقى، بصوا بقى القمر اللي جاي، القمر اللي جاي، القمر اللي جاي، معقول من هنا لبكرة القمر اللي جاي. ده شكل الكشك الجمبري، تحفة. ده شكله النهائي. طعمه مش هقول لكم، لازم بجد تجربوا الوصفة عشان تدوقوا الطعم الرهيب الجميل. وده كان وصفتنا النهاردة وفيديو النهاردة، يا رب يكون عجبكم. لو عجبكم ما تبخلوش عليا باللايك، اشتراك في القناة، فعلي زر الجرس يوصلك مني اشعار بكل جديد. وبإذن الله اشوفكم في روتين جديد ووصفة جديدة يا احلى واغلى متابعين على قلبي. وعايزة بقى كومنت حلو زي متابعيني حبايبي عشان تحفزوني اني استمر وما اقفش. واشوفكم على خير، مع السلامة.